حفلة اتحولت لكارثة، ومحمد رمضان نجا من محاولة اغتيال. من الوقعة في دبي لانفجار الساحل، سلسلة حوادث غريبة لمحمد رمضان. تخيل نفسك رايح حفلة عادية تتبسط وتسمع شوية أغاني، وفجأة تلاقي نفسك وسط انفجار يحول الفرحة لجنازة. محمد رمضان راح عشان يحيي حفلة في الساحل الشمالي، وكل شيء كان ماشي كويس، لكن في نص الحفلة دوا صوت انفجار خلى الدنيا كلها تقف والناس تجري، وحصلت فوضى وهلع في المكان، ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما وقع فرد أمن فقد الوعي. الناس بتجري في كل اتجاه وبتحاول تفوق الشاب اللي وقع، لكن للأسف اكتشفوا انه مش فاقد الوعي، ده ميت. غير ان في كذا شخص اتصابوا هما كمان. الأمن وصل المكان والإسعاف وصلت بعد دقايق قليلة تنقل المصابين والشخص المتوفي. محمد رمضان لغى الحفلة فورا ورفض يمشي غير لما يتأكد ان كل الناس خرجت من المكان بسلام. في الأول محمد رمضان نفسه كتب على صفحته ان دي كانت قنبلة، وان الانفجار حصل جنبه بالظبط، وصوته كان قوي جدا لدرجة انه حس بأثره في ودنه، يعني هو اللي كان مقصود، وان دي عملية اغتيال مدبرة. وقال بالنص: معقولة الغل يوصل لكده؟ لكن بعد كام ساعة رجع وغير كلامه وقال إن انفجار أنابيب أكسجين خاصة بالألعاب النارية، وإن اللي حصل قضاء وقدر. كمان راح المستشفى يطمن على المصابين وكتب: أسأل الله أن يرحم حسام ويتم شفاء باقي المصابين. على ما يبدو كده إن الانفجار ده كان سببه أنبوبة هواء تابعة لفريق الفاير ووركس، الألعاب النارية، واللي بسببها توفى الشاب حسام حسن عبد القوي. الشاب ده عنده 20 سنة بس، واتصاب 6 أشخاص تانيين بإصابات متفرقة. وعلى حسب شهود العيان حاول إنه يحضن الأنبوبة علشان يمنع وصول الانفجار للجمهور، يعني ضحى بنفسه علشان ينقذ الناس. مصور الحفلة نفسه قال إنه لو ما كانش محمد احتضن أنبوبة الغاز كان عدد الضحايا هيبقى كبير جدا. أما ياسر الحريري منظم الحفلة فقال إن الموضوع خارج عن مسؤوليته، لأن فريق الفاير ووركس كان شغال بتصاريح رسمية، وإن تحميل منظم الحفلة مسؤولية الانفجار حاجة غير عادلة. وبالفعل تم القبض على محمود وزة صاحب شركة الفاير ووركس بعد ما حاول يهرب من موقع الحادثة. الحادثة دي فتحت باب كبير عن إجراءات الأمان في الحفلات الكبيرة، خصوصا المكان المفروض يبقى مؤمن 100%، ومفيش حاجة زي دي تحصل. آخر حاجة كتبها الشاب حسام على حسابه كانت: كن شاكرا على ما لديك، كأنها رسالة وداع قبل الرحيل. الغريب ان محمد رمضان مسح كل البوستات اللي كتبها، سواء اللي قال فيها ان الحادث اغتيال او حتى اللي كتب فيها انه قضاء وقدر، وده زود التساؤلات حوالين اللي حصل فعلا. بعد الحادثة بكام ساعة اتعرض محمد رمضان لهجوم شديد من الناس، وطبعا ده على السوشيال ميديا لانه بيجهز لنزول اغنيته الجديدة، وكأن مفيش حاجة حصلت. وكان رده انه نزل بوست قال فيه: بالله عليكم بلاش مزايدات، ده تعاقد مع شركة أجنبية ومقدرش منزلش الأغنية في ميعادها، محدش بيقدر بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدي. الحادثة مأساوية بكل المقاييس، لكن لحد دلوقتي محدش عارف الحقيقة الكاملة. هل فعلا انفجرت أنبوبة أكسجين زي ما بيقول، ولا اتقال موضوع القنبلة الأول علشان الصدمة، ولا الكلام اتغير بعدين علشان ما يحصلش ذعر في الساحل؟ التحقيقات هتكشف الحقيقة، خاصة ان الحادث مأساوي وفي عدد كبير من المصابين اتنقلوا المستشفيات. اللحظة نفسها كانت مرعبة، وخاصة ان محمد رمضان واحد من اكتر النجوم اللي حواليه جدل وعداوات في الوسط الفني، وكتير من منافسينه بيتمنوا اختفائه، وده بيخلي اي حادثة بتحصل معاه تفتح باب للشائعات على طول. المدهش ان محمد رمضان مش اول مرة يتعرض لحوادث غريبة على المسرح. قبل كده وقع على المسرح في دبي، الراجل طلع ياخد الجايزة فجأة بوم اتزحلق وقع على المسرح. الجمهور اتصدم، بس هو قام كمل وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وقتها الفيديو انتشر بشكل جنوني، والناس قالت إن دي لعنة الغرور. أما في 2023 في حفلة برا مصر وهو بيرقص رقصة الشو بتاعته، فجأة جزمة طارت من رجله، الناس ضحكت جامد، وهو مسكها بسرعة وكمل غنى كأنها جزء من العرض. ده غير الدفعة الشهيرة من باسم سمرة لما كانوا في فرح شعبي في المنيب، باسم سمرة عدى جنبه وزقه كده وهو بيغني وكان هيقع. كمان اتعرض قبل كده لهجوم من الجمهور لما حد رمى حاجة على المسرح وهو بيغني. ومن فترة انتشر فيديو حد بيغني ويقع من المسرح، والناس كلها قالت ده أكيد محمد رمضان،
وطلع في الآخر مغني من بنما اسمه ناندو بوم. يعني أي حد يقع الناس تلقائيا بتفكره هو. كل الحوادث دي بتخلي أي انفجار أو موقف كبير زي اللي حصل في الساحل الشمالي يخلي الناس تشك إن في حد عايز يصفي حساباته معاه أو بيتمنى له الأذى، خصوصا إن ليه منافسين كتير وموجة كراهية كبيرة على السوشيال ميديا. وكل ده خلى الناس تقول محمد رمضان مطارد بلعنة المسرح، واللي بيتمنوا له الشر أكتر من اللي بيحبوه. التحقيقات الجاية هتكشف كل التفاصيل، والموضوع واضح انه هيبقى حديث السوشيال ميديا والاعلام الفترة اللي جاية. انا كده خلصت حكاية النهاردة من حكايات المشاهير، وهستنى زي ما عودتكم وعودتوني تشاركوني بآرائكم في التعليقات، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام. بقدم التعازي لأهل حسام، ربنا يرحمه ويسكنه في سيح جناته ويصبر أحبابه ويصبر أهله وأصحابه يا رب، ويشفي المصابين. يعني طبعا لما شفت الحدث وقفت الحفلة على طول، اتعاملت زي أي إنسان، يعني نزلت مع الناس وساعدت في نقلهم للإسعاف، ووقفت الحفلة وهديت من ذعر الناس عشان أثناء خروجهم ما يحصلش تكدس وحوادث تاني. وبشكر الناس المتفهمة اللي دعت لحسام وتفهمت الموقف وتفهمت ان احنا الحمد لله ربنا ألهمنا بالصح. وزعلان من الناس الوحشة اللي كلامها وحش وشمتانين في المتوفي ويقولوا له هتقابل ربنا ازاي وانت في حفلة. قابل ربنا شهيد، راجل في اكل عيش وبيشوف شغله، مش فاشل زيك قاعد تكتب وتقول كلام تحدد هيروح فين وهيجي منين وعارف مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار. لو انت راجل فعلا بتحب دينك قال لك الكلمة الطيبة صدقة، يعني عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش كلمة تخرس خالص. ربنا يرحمه مرة تانية ويسكنه في سيح جناته، وقلبي مع والده مع عيلته، ربنا يرحمه.